السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، انا اليوم غادي نشارك معكم الحوت في الفران. كل واحد الطريقه ديالو. انا نوريكم الطريقه ديالي وبسم الله على بركه الله. في الطاوه كنفرش الربيع مع خيزو، البطاطا، مطيشه، فلفله خضراء وفلفله حمراء، الزيتون وثلاثه ولا اربعه ديال الضروس ديال الثوم صاينين. هنا حكيت شويه ديال الخرقوم، شويه د الثومه، واحد 3 ضروس ديال الثومه وشويه ديال الربيع، شويه ديال الملحه. انا ما كنديرش العطريه، درت غير شويه ديال الخرقوم طري، وكندير عليه شويه ديال الزيت العود او الزيت البلديه، وشويه ديال نص عصير نص حامضه تقريبا هكاك، ما كنكثرش الحامض. هنا عندي واحد الكورجيطه ما غنديرهاش حتى من بعد. كندير عليه فلفله حاره، ديك العطريه كنزيد هذيك عفوا ديك التشرميله كنزيد عليها شويه ديال الماء، حيت انا ما سلقتش الخضره، غادي ندير الماء في الطاوه وكنرش به الخضره باش تشرب ليا ديك التشرميله ديالها. وكنزيد عليه شويه ديال الزيت من الفوق، وغادي نغطي الخضره ديالي بهذا الكاريط السوفيليزيو. غادي نزيد عليه هذا الكاريط حتى هو ديال ليمينيوم، وغادي نخشيها في الفران اللي شاعله على 200 ودايره الفوق والتحت. دابا غادي نصيبو التشرميله ديال الحوت. عندي شويه الثومه، شويه ديال الربيع، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت، عصير ديال حامضه، انا كندير غير شويه. كنخلط كلشي وغادي نشرمل الحوته ديالي، غادي نشرملها مزيان باش تدخل مع هذيك التشرموله. وبعد ما طابت الخضره ديالي كنخرجها وغادي ندير عليها الحوت. دابا غادي نحط الحوته ديالي في الطاوه وغادي نزيد عليها ديك الكورجيط اللي قلت لكم، حيت هي دغيا كطيب. اللي ما كيبغيش يدير بلا ما يدير، انا كندير شويه ديال الكورجيطه، اللي بغى يديرها يديرها. وغادي نزينها بديك الفلفله الخضراء وفلفله الحمراء ومطيشه سوغيز اللي عندي. انا الفلفله الحاره كنت درتها زيتها تندير الخضره، عاد عاود نردها فوق الخضره. وفي الداخل ديالها راه حطيت شويه ديال الثومه وشويه ديال الفلفله والحامض. وغادي ننصحكم ما طيبوش الحوت بزاف حتى يولي قاصح، حتى تقربوا تبغيو تاكلوه خشيوه يطيب صافي وكلوه، راه كيجي فتي وزوين. انا دابا غادي نغطيه وغادي نرجعو للفران. ها هو بعد ما طاب راه كيجي بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم ما طيبوهش بزاف، وكنتمنى هذا الفيديو يلقى الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم ما تنساوش تشاركوه مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم وتابونيو. وشكرا على المتابعه ديالكم. الناس اللي يدخلوا عندي جداد مرحبا بكم، والناس اللي عندي كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده. وشكرا جميعا وتسناو مني الجديد.